بيبدأ فيلمنا بإنجين رجل أعمال متعدد العلاقات بيكون بيبص بعمق من الشباك وعلى جسمه تاتوهات مميزة. وفي الوقت ده الساعة 3 الصبح بيلين بتكون واقفة بتبص من الشباك وهي متأملة المنظر اللي بره. وبعديها بنتعرف على بيلين وبتكون شابة جميلة بتشتغل في شركة لتخطيط حفلات الزفاف مع صاحبتها ميرفي بيكون عندها رغبة قوية في الزواج وما بتقدرش تمنع نفسها من الغيرة من قريبتها اللي بتشارك صور من أفراح كتيرة. وميرفي بتطلب من بيلين إنها تصورها علشان تستمتع برحلة في مركب. ولما بيلين بتبدأ في التصوير ميرفي بتتعثر براكب تاني وبيقع عليها وردة وبتكون مقتنعة ان الحادثة دي علامة على جوازها المقدر وبتتمسك في الوردة. وفي الاخر بيلين بلطف بتاخد الوردة من ميرفي وبترجعها للراجل اللي كان ماسكها. ورغم هوس ميرفي بالزفاف بيلين بتكون عكسها مش مهتمة ابدا بالحب والزواج وهي مؤمنة انهم مشغولين بشغلهم زيادة ومش فاضيين لحياتهم الشخصية. وبنرجع لإنجن وبيكون برحلة مع صاحبه سيان. واثناء السفر في بنت في بيت إنجن بتتجهز لتمشي وخلال ركوبهم العربية الفاخرة سيان بيسأل عن سوء الفهم بين إنجن وحبيبته إيدا. إنجن بيقول إنه عاوز يفضل أعزب وبيوضح عدم رغبته في مناقشة حالته مع إيدا على الرغم من إنه إيدا ممكن تكون عايزة الجواز، لكن إنجن مش مستعد ياخد الطريق ده. وفي الوقت ده ميرفي وبيلين بيلقوا نفسهم في نفس الأتوبيس اللي ماشي في نفس الطريق بتاع سيان وإنجن. الرحلة بتواجه عقبات ومنها الطرق المسدودة والزحمة اللي سببها إسعاف بيسعف واحد مغمى عليه. ولما الأتوبيس بيكمل رحلته بيلين بتبدأ تعمل حركات مسرحية وده بيشجع ميرفي انها تعمل زيها. انجين وسيان بيتجولوا في الحي بيزوروا البيوت علشان يقنعوا السكان انهم يرحلوا بسبب التحديث اللي هيحصل في المنطقة، ومع ذلك السكان بيرفضوا وبيعبروا عن اصرارهم بالبقاء في مكانهم. وانجين وسيان بينسحبوا بلباقة من المواجهة وبيكملوا نقاشهم. وخلال المحادثة سيان بينصح انجين انه يبعد عن فكرة الجواز وبيقول ان كل اصدقائهم متجوزين بالفعل. بيلين وميرفي وهم في طريقهم للشغل بيكملوا نقاشهم عن الجواز وميرفي بتكشف عن خيبة املها الرومانسية. ورغم الثرثرة المستمرة هم محافظين على نقاش خفيف الظل عن الموضوع ده. ولما بيوصلوا متأخرين على الشغل بيلين وميرفي بيتعرضوا للتوبيخ من المديرة وخصوصا بسبب تورط بيلين بخطط زفاف أحد العملاء. والمديرة بتحذرها تحذير شديد وبتهددها بالطرد لو ما التزمتش بطلبات العميل. وفي المساء من نفس اليوم بيلين وميرفي بيلاقوا نفسهم بالصدفة في نفس المطعم اللي إنجن بيكون مشغول بالطبخ جنب سيان. وفي الوقت ده في شغل إنجن بيتم استقباله بحفاوة من مساعدته واللي بتبلغه بالمواعيد اللي لازم يحضرها. ولما إنجن بيستعد للرحيل حبيبته إيدا بتتصل مرة تانية لكن بيتفاجئ بيها وهي قاعدة على الكنبة فجأة. وأثناء تجهيز مكان الفرح الحديث بيتحول لفكرة الخروج للتسلية والبحث عن شركاء. وبعديها ميرفي وبيلين بيقرروا يقضوا الليلة في بار. وإنجن من ناحية تانية بيكون بيتعشى مع أصدقائه لكنه بيلاقي نفسه أكتر مهتم بفن الطبخ. ومن خلال براعة إنجين في الطهي بنكتشف إن حلمه يكون عنده مطعم بيقدر يسعد فيه الزباين بوصفاته اللذيذة. والشيف بحماس بيذكر إنه لقى مكان رائع لتحقيق الحلم ده. وفي الوقت ده ميرفي وهي بتدور على شريك لحياتها بتتفائل إن هي وبيلين هيلاقوا حد خلال دقيقتين. وتفاؤلهم بيخيب لما الرجالة اللي بيقربوا منهم بيطلعوا كبار في السن. ورغم ان البنات بيوضحوا انهم مش مهتمين الرجالة الكبار بيحاولوا يغزلوهم. وبعد دقيقتين ميرفي وبيلين بيقدروا انهم يهربوا لكن الرجالة الكبار مصممين يجيبوا لهم مشروبات علشان يفضلوا يتكلموا معاهم. لكن بيلين وميرفي بيقدروا انهم يهربوا بسرعة وبيلاقوا نفسهم في المطبخ وهناك بيقابلوا انجين وسيان بشكل غير متوقع. وفي تطور غريب للأحداث الأربعة بيتشدوا لبعض بشكل غير مفهوم وكأنهم مسحورين. وكل ده حصل في مدة دقيقتين. والصبح اللي بعده بيلين وإنجن بيصحوا بيلاقوا نفسهم في نفس الأوضة وبيكونوا مستغربين ومحتارين. بيلين على طول بترفع صوتها على إنجن وبيكتشفوا إنهم لابسين دبل زواج. إنجن بيحاول يشيل الدبلة وبيسأل إذا كانوا زاروا محل مجوهرات مؤخرا وبيكونوا محتارين ومش قادرين يفتكروا اي حاجة وازاي انتهى بيهم الحال هنا وما بيكونش عارفين البيت ده بيت مين وهما ليه لابسين لبس فرح. ولما الجرس بيرن انجن بيفتح الباب وبيلاقوا الحارس بره. الحارس بيتفاجئ من اسئلة انجن عن صاحب البيت وعن هويتهم. وبيلين بتصرخ لما بتلاقي صورة لفرحهم وبيحتاروا اكتر لما بيشوفوا تليفوناتهم وبيلاقوا صور من سنتين بتظهرهم كزوجين. السوشيال ميديا ومعرض صور بتأكد علاقتهم. بيلين بتتصل بأمها واللي بتقولها انهم متجوزين من سنتين. بيلين وإنجين بيفتشوا في كل حتة في بيتهم وبيلين بتشوف ملابس غالية في خزانتها وإنجن بيلاقي على رجله أثر حادثة. والغريب في الموضوع هي الورقة المتلزقة واللي مكتوب عليها 2/41 وهما بيحاولوا يربطوا بين ذكرياتهم.
بيلين وإنجن بيتشاجروا على الزواج، وبيلين بتحذر إنجن إنه يبعد عنها، وجو التوتر ما بينهم بيزيد وبيبدأوا يتريقوا على بعض. وبرضه التوتر بيزيد بسبب تغييرات في ملابس إنجن من البدلة الرمادية للملابس دي، وبيفضلوا يتجادلوا مع بعض وهم في المطبخ. وإنجن بيقول لها إنها ما كانتش بتحلم أصلا تتجوز واحد زيه، وإن أكيد ده كان حلم حياتها، وإنها عملت كل حاجة علشان توقعه. وهي بتقوله إن هو اللي عمره ما كانش بيحلم إنه يتجوز بنت فريدة ومميزة زيها، وإن هو اللي وقعها مش هي. وبتقترح عليه علشان ما يبقوش يتخانقوا إنهم ينفصلوا لفترة. وفجأة بتتصل بيها صديقتها ميرفا وبتطلب منها إنها تيجي الشغل علشان تأخرت جدا. ولما بتنزل بتكتشف إنها عندها عربية حلوة جدا مركونة على جنب. وبيكتشف إنجن إنه عنده دراجة مش أكتر من كده، وبيبقى مستغرب هو بقى فقير زي كده إزاي. وأول ما بيلين بتوصل شغلها بتكون متوترة جدا وخايفة من المديرة علشان ممكن تطردها علشانها اتأخرت. وبتتفاجئ ان المديرة بتتكلم معاها باحترام جدا، وبتعرف من ميرفا ان هي اللي بقت المديرة واللي ماسكة كل الشغل في ايديها. وبتلاقي عندها مكتب حلو جدا، وبتعرف ان انجن هو اللي اشترى ليها المكتب ده كهدية منه ليها. وبعديها بنشوف انجن ماشي بالعجلة بتاعته وبيوصل للشغل بتاعه. واول ما بيوصل بينصدم لانه بيعرف من المساعدة بتاعته انه ما بقاش يشتغل في الشركة دي، لكن هو ما بيصدقش كلامها وبيفتكرها بتهزر معاه. وبيقرر انه يدخل المكتب بتاعه وهي بتفضل تجري وراه. وبيتفاجئ لما بيلاقي سيان هو اللي قاعد على مكتبه، وبيتهمه انه حرامي ونصب عليه. لكن صاحبه بيأكد له انه هو اللي باعله الشركة في مزاجه، وان هو ما اجبرهوش على اي حاجة. وبيتصدم اكتر لما يعرف ان ايدا هي اللي اتجوزت سيان. وبيفهم من سيان ان هو اللي اتخلى عن فكرة انه يفضي الحي علشان يعمل المشروع اللي كان عاوزه، علشان هم صعبوا عليه، ولانه لقى حبه الحقيقي وقرر يتخلى عن كل حاجة علشان حبيبته، وانه قرر يفتح المطعم اللي كان بيحلم بيه. وبيروح انجن علشان يشوف المطعم اللي بيقوله عليه، وبيقابل هناك الشيف امره واللي بيكون اصلا عارفه من زمان. وبيعرف منه انهم فاتحين المطعم من فترة طويلة، وانه هو اللي طلب من امره يشتغل معاه. وبيطلب منه امره انه يقعد علشان يدوقوا الحاجة الجديدة اللي هينزلها في المنيو. وبيقعد امره، ولما بيدوق الاكل بيحس انه متضايق وانه مش فاهم ايه اللي بيحصل له. وفجأة بيقرر يقوم ويمشي. وفي الوقت ده بنشوف ميرفا وهي قاعدة مع بيلين، وبتقول لها انها متحمسة جدا ان اخيرا بيلين حامل وهتجيب بيبي قريب. وبتفضل تهزر معاها وبتحاول تضحكها لانها بتلاحظ انها مش في المود خالص. وفجأة بيرن موبايل بيلين، وبتلاقي انجن بيطلب منها انه يقابلها، وبيقول لها انه نفسه يرجع لحياته القديمة ويحقق كل اللي بيتمنى يعمله. وهي بتقوله انها حققت تقريبا حلمها ووصلت لكل اللي كانت بتتمنى تعمله في شغلها. وبتشكره انه اشترى لها الشركة بتاعتها واللي كانت بتحلم بيها. وبتقوله ان بالرغم من كل ده لكن هي كمان مش حابة الوضع ده، وبتتمنى انها ترجع لحياتها القديمة. وبيقرروا هما الاتنين انهم لازم يلاقوا حل للموضوع ده، وبيتفقوا انهم يروحوا لمستشار علاقات زوجية يمكن يلاقي تفسير لحالتهم دي. ولما بيوصلوا وبيحكوا للدكتور كل اللي حصل معاهم، بيحاولوا يوصلوا فكرة انهم اصلا مش فاكرين ايه اللي حصل معاهم من ساعة ما شافوا بعض لحد دلوقتي. والدكتور بيحاول انه يهديهم، وبيقول لهم ان يمكن دي حالة جات لهم علشان هم عاوزين يرفضوا الواقع اللي هم فيه دلوقتي ويهربوا منه، وانهم لازم يحاولوا يفتكروا كل ذكرياتهم مع بعض علشان يلاقوا حل للغز اللي هم فيه ده. وبيقترح انهم يسافروا مع بعض المكان رايحين له قبل كده علشان يقدروا يفتكروا اي حاجة. ولما بيخرجوا من عند الدكتور بيشككوا في كلامه، وبيحسوا انه مش فاهم حالتهم اصلا، وان كل كلامه غلط وما ينفعش يمشوا وراه. وبيلين بتفتكر مذكراتها وبتقرر انها تجيبها وتقرأها، يمكن تكون كاتبة فيها كل اللي حصل بينهم. وبيقرروا يدوروا على حل واقعي اكتر. وفجأة عربية بتكون هتخبط انجن، وبيلين بتنقذه في اخر لحظة. وبعدها بنشوفهم هما الاتنين بيكونوا قاعدين في السينما وبيقروا المذكرات بتاعتها. وبنعرف ان اول لقاء رومانسي ما بينهم كان في السينما، وانهم جوه السينما علشان يفتكروا حاجة من اليوم ده. والموضوع بيقلب بينهم بخناقة، وبيلين بتقوم وبتفضل تشتم فيه، والناس بتتضايق من صوتها وبيطلبوا منها انها تهدى علشان عاوزين يتفرجوا على الفيلم. وفي اللحظة دي انجن بيفضل يضحك عليها. وبعديها بيشوفوا اتقابلوا فين في المرة التانية، وبيقرروا ان هم يروحوا على البحر ويرقصوا مع بعض زي ما عملوا المرة اللي فاتت، وبيبقوا مبسوطين مع بعض في اللحظة دي. لكن بيقطعهم الراجلين اللي قاعدين وبيطلبوا منهم انهم يبطلوا رقص لان دي قلة ادب وما ينفعش يعملوا كده في الشارع قدام الناس. بس انجن بيقرر ما يسكتش وبيقرب منهم وبيتخانق معاهم. وبيلين بتحاول تساعده وبيرموا الاتنين في البحر. وبعديها بيقعدوا هما الاتنين مع بعض في مكان هادي على البحر، وبيبقوا حاسين بالإحباط والفشل لأنهم مش قادرين يفتكروا أي حاجة خالص. وبتحس بيلين إنهم بيضيعوا وقت على الفاضي، بس إنجن بيحاول إنه يحمسها ويقول لها إنهم أكيد هيفتكروا حاجة. وبيقرروا يشوفوا الخطوة اللي بعدها، وبيعرفوا إن أول مرة تقربوا من بعض بيها كانت قدام بيتها، واللي كان إنجن متعود يوصلها ليه بعد كل خروجة ما بينهم. ولما بيروحوا بيلاقوا إن الحي اتغير خالص،
وبقى حاجة تانية، وكل المباني القديمة اتشالت وبقى مكانها أبراج عالية ومساكن غريبة. وبنعرف إن ده نفس الحي اللي إنجن رفض يغيره، وبيعترف لها إنجن إن في مباني من دي كانت تبع شركته وإن هو اللي هدها وبنى مكانها الأبراج دي، لكن بعدها حس بغلطته ومكملش وساب الحي زي ما هو. بيلين بتتضايق منه جدا وبتكتشف إنه مش كويس علشان محى ذكريات ناس كتير جدا بالحاجة اللي عملها دي، وبتطلب منه إنهم يتطلقوا. بس إنجن بيقرر ما يسيبهاش تمشي وبيمسكها وبيتحايل عليها علشان ترجع البيت معاه وما تسيبهوش. ولما بيدخلوا البيت بيسمعوا صوت جوه وبيحسوا إن في حاجة غريبة، ولما بيروحوا علشان يشوفوا في إيه بيتفاجئوا إن كل أصحابهم وأهلهم جوه مستنيينهم وعاملين حفلة علشان يحتفلوا في عيد جوازهم. وبيعرفوا إن إنجن هو اللي مخطط للحفلة دي معاهم من أسبوع علشان يفاجئ بيلين، وبيوريهم أمر الشوربة اللي إنجن مخترعها جديد. وبعديها بيلين بتسأله عن أهله وبيحكي لها ان هو وباباه ما بيتكلموش مع بعض بقالهم سنين من ساعة ما امه ماتت، وبيرفض يحكي لها سبب خلافه مع باباه وبيحاول يقفل على الموضوع. بيلين بتحس بعدها انها تخنانة عن الطبيعي وان في حاجة غريبة، واهلها في نفس الوقت بيسألوهم عن الخلفة وبيقولوا لهم ان الوقت بيعدي ولازم يخلفوا قبل ما يكبروا اكتر. وبيفضلوا كلهم يتكلموا عن حياتهم هما الاتنين مع بعض وحاجات كتير مروا بيها مع بعض، وهما الاتنين بيحاولوا يفتكروا من الكلام اللي حواليهم اي ذكرى ليهم سوا. وساعتها مامتها بتفكرهم ازاي يتعرفوا على بعض وحبوا بعض، وانجن بيحس ان هو بدأ يفك ويتعود على الجو الغريب اللي هو فيه، وبيبقى معجب باهل بيلين جدا وبيحبهم. وفجأة بيرن الباب وبيروح علشان يفتح وبيتفاجئ لانه بيلاقي باباه في وشه. ولما بيتكلموا بيعرف انجن من باباه ان هما الاتنين اتصالحوا بقالهم كتير وان علاقتهم رجعت زي الاول واحسن. وانجن بيفرح جدا علشان اخيرا اتصالح مع باباه وبيدخل وبيقعد معاه. وبعد ما الحفلة بتنتهي بابا بيفضل ينصحه انه لازم يحافظ على علاقته ببيلين، وبيقوله انها بنت كويسة جدا وصعب يلاقي واحدة زيها تاني. وبيعرف من بابا ان بيلين غيرت حياته للأحسن وخلته انسان تاني خالص، وانها انقذت حياته في حادثة كبيرة جدا ووقفت جنبه جامد في الوقت ده لانه كان متدمر نفسيا جدا، وانها اكتر حد تعبت معاه. وبيجر بابا في الكلام علشان يفهم منه اكتر، وبيحكي له ان بعد الحادثة دخل في غيبوبة لمدة أسابيع، وإن بيلين طول الوقت ده كانت بتفضل جنبه في المستشفى وبتعمله كل الأكل اللي بيحبه وبتفضل تشممهوله علشان عارفة إن دي أكتر حاجة بيستمتع بيها، وحاولت معاه كل يوم من غير ما تيأس لحد ما قدرت تفوقه. وبابا يبقى مستغرب هو ازاي ناسي الذكريات المهمة دي، وبيحس ان في حاجة غلط وبينصحه ان هو يروح يشوف دكتور. وبعدها بيدخل انجن لبيلين وبيحاول يساعدها في المطبخ وبيشكرها انها وافقت ترجع معاه البيت، وبيقول لها انه عارف من بابا ان هي السبب اللي خلاهم يرجعوا يتصالحوا مع بعض من بعد موت مامته. وبيلين بتكون متفاجئة جدا من الكلام ده وما بتكونش قادرة تفتكر اي حاجة منه. وبعدها بابا بيديلها سلسلة مامته هدية لعيد جوازهم، وبيشكرها انها قدرت تغير من انجن وخلته راجل مسؤول وملتزم بعد كل ده. وبعد ما بيدخلوا الأوضة بيلين بتفضل تلوم انجن انه كان بيخاصم باباه فترة طويلة، وبتقوله انه باين عليه راجل طيب جدا، وبتحاول انها تعرف سبب خلافهم بالظبط. وبتعرف منه ان مامته كان عندها سرطان وكانت تعبانة جدا، وان هما الاتنين خبوا عليه لحد ما هي ماتت، ومن ساعتها حس انهم كدبوا عليه وحرموه انه يبقى جنبها في وقت زي ده ويشبع منها. وبيضطروا هما الاتنين انهم يناموا مع بعض في نفس الأوضة علشان باباه هيبات معاهم. وبيلين بتكون عاوزة تنيمه على الأرض وهي تنام على السرير، لكن هو بيرفض وبيقول لها انه مش هيعرف ينام بالأرض. وفي الآخر بيتفقوا انهم يناموا على نفس السرير ويفصلوا ما بينهم بالمخدات وكل حد يلتزم بحتته. وبعد ما بيغيروا هما الاتنين بيطفوا النور وبيقرروا انهم يناموا. وبعد وقت من المحاولة انهم يناموا بيقدروا انهم يروحوا في النوم، وفجأة بيظهر نفس الرقم على الساعة اللي هو 241. وتاني يوم الصبح انجن بيلاقي نفسه انه متغير شوية وعنده شعر ابيض وبيبقى مستغرب. ولما بيروح علشان يصحي بيلين بيلاقي ان هي كمان متغيرة وقصت شعرها غير امبارح، وبيشوف ان عندها ألم كبير في المفاصل. وفجأة بيكتشفوا ان بيلين حامل وبطنها كبيرة، وبيحسوا ان اللي حصل ده مستحيل لانهم كانوا نايمين امبارح من غير ما يكون الحمل ده موجود، وبيبقوا مش فاهمين ايه اللي بيحصل، وبيحسوا انهم بيفقدوا عقلهم وبيتجننوا، وبيفضلوا يفكروا مع بعض ازاي ده حصل وايه اللي بيحصل معاهم بالظبط. ولما بيهدوا بيفهموا ان برضو عدى سنتين من اليوم اللي فات، يعني متجوزين بقالهم 4 سنين. وبتفضل بيلين بتلوم انجن علشان هو السبب اللي هم فيه، وبيلاقوا ان هما مبسوطين مع بعض في صورهم جدا. ولما بينزلوا تحت بيلاقوا انهم مظبطين كل حاجة في اوضة البيبي وعاملين كل حاجة مظبوطة على اكمل وجه، وبيبقوا خايفين جدا ومش مستعدين يتحملوا مسؤولية طفل. وبيلين بتقوله ان هما محتاجين لمساعدة ضروري. وبعدها بنشوفهم هما الاتنين عند نفس الدكتور، وبينصحهم الدكتور انهم لازم يتخلوا عن كل الخوف اللي جواهم
ويواجهوا الواقع اللي عايشين فيه علشان يقدروا يعيشوا، وبيقول لهم إن ممكن بعد الولادة حياتهم ترجع طبيعية ويفتكروا كل حاجة. وبعد ما بيخرجوا من عند الدكتور، إنجن بينقذ بيلين من عربية كانت هتخبطها، وبيفتكروا إن نفس الموقف ده حصل معاهم من فترة لكن بالعكس. وبعديها بيروحوا يقعدوا في مكان وبيتناقشوا مع بعض باللي بيحصل لهم، وبتفتح بيلين مذكراتها تاني وبتحاول تشوف الأحداث المؤلمة اللي عدوا بيها، يمكن دي اللي بتخليهم يفتكروا. وبعديها بيتجمعوا مع أهلها، وبيلين بتعمل قهوة لكن ما بتعجبش إنجن خالص، وباباها ومامتها بيفضلوا يتكلموا عن الأطفال وعن ميعاد ولادتها. وفجأة بيلين بتحس بألم وبتكون خلاص بتولد، وبياخدها إنجن بسرعة علشان يوديها المستشفى. وأول ما بيدخلوا الممرضين بياخدوها علشان يدخلوها أوضة العمليات، وإنجن بيسيبها وهو قلقان. وبعديها بيلين بتولد وبتبقى بصحة كويسة، وإنجن بيكون واقف وحاسس بإحساس غريب جدا، وبيفضل يلمس في الطفل وهو مبسوط، وهما الاتنين بيحسوا بفرحة غريبة وبيفكروا في اسم للبيبي. والممرضة بتيجي وبتاخده، وبيفضلوا يشكروا ربنا إنهم ما صحيوش من الحلم ده وإن اللحظة دي ضاعت منهم، وبيبدأوا يختاروا مع بعض الاسم. لكن الممرضة بتدخل عليهم وبتطلب من إنجن إنه يخرج علشان هي لازم تستريح. وبعديها بيصحوا هما الاتنين وبيفتكروا إن عندهم طفل، وبينزلوا لتحت بسرعة علشان يشوفوه، وبيتفاجئوا لما بينزلوا وبيشوفوا بنتهم كبرت وبقى عندها سنين، وبتنادي عليهم هما الاتنين باسمهم، وبيفرحوا بيها جدا وبيتبسطوا علشان بيلاقوا إن اسمها زي اللي هما اختاروه بالظبط. والبنت بتطلب منهم إنهم يجيبوا لها لعبة، وبيقرروا إن هما يروحوا لمحل الألعاب وتختار اللي هي عايزاه، وبيفرحوا باللحظات اللي بيقضوها معاها، وبيفكروا هما نفسهم يعملوا إيه معاها، لأنهم لازم يقدروا قيمة الوقت علشان بيفهموا إن هما كل ما بيناموا ويصحوا العمر بيمضي. وبيقرروا إنهم يقضوا مع بعض وقت سعيد علشان يفتكروه مع بنتهم، وبياخدوها وبيروحوا يتفسحوا وبيلفوا في أماكن كتير وبيتصوروا وبيستمتعوا في وقتهم جدا، وبيقدروا قيمة اللحظات دي. وبعديها بيرجعوا مع بعض للبيت، وهما الاتنين بيحسوا بالسعادة لأول مرة، وبيتعاملوا مع بعض كويس جدا، وبيعيشوا وقت رومانسي كأنهم أول مرة بيتقابلوا، وحياتهم بتبقى أحسن وأهدى. وبيقرروا إنهم يرقصوا ويتكلموا مع بعض كتير جدا، وبيقضوا مع بعض كل الليل. وبيعترف إنجن لبيلين إنه مبسوط معاها قوي ومبسوط بحياتهم سوا، وخلاص مبقاش عاوز يفهم أي حاجة خالص ولا عاوز يعرف هما وصلوا لهنا إزاي. وبيلين بتقوله كمان إنها مبسوطة وإنها بتعيش أجمل أيام حياتها، وإنها عاوزة تفضل معاه طول العمر. وبعد ما بيناموا بتيجي الساعة على نفس الوقت تاني، ولما بيصحوا تاني يوم بيتفاجئ كل واحد فيهم لأنه بقى لوحده ورجع لبيته القديم ونايم وحده على السرير. وبتفتكر بيلين إنها كانت كل ده بتحلم، وبتفضل تحكي لمارفي كل الحلم بتاعها، وبتبقى مبسوطة بيه جدا، وبتقول لها إنها حبت الراجل ده قوي، وبتفضل تتكلم طول اليوم عنه وعن كل التفاصيل اللي عاشوها مع بعض. وميرفي بتكون مبسوطة فيها قوي لأنها أخيرا فهمت معنى الحب. وفي نفس الوقت إنجن بيبقى مبسوط لأنه رجع لحياته الطبيعية، لكن بيحس إن في وجع في قلبه وإن في حاجة ناقصاه، وما بيبقاش قادر يفرح بأي حاجة خالص. وبيحاولوا هما الاتنين إنهم يدوروا على بعض على النت، بس ما بيوصلوش لأي حاجة. وبعديها بنشوف إنجن وهو بيستعد علشان يركب عربيته، وبيفتكر العجلة اللي كان بيركبها. وفي نفس الوقت ميرفي بتقدر إنها تلاقي إنجن وبتقرأ عنه أخبار كتير، وإنه بتاع ستات وبيحب يصاحب بنات كتير جدا. بس بيلين ما بتصدقهاش وبتفضل تدافع عنه، وبتقول لها إنه إنسان طيب جدا بس محدش فاهمه. وبعد ما بيوصلوا لشغلهم بتتخانق مع المدير بتاعها، وبتقرر إنها تستقيل وتسيب الشغل. وبتقترح ميرفي عليها إنها تتواصل مع إنجن وتحاول تتكلم معاه، يمكن يكون ليهم نصيب مع بعض، وإن القدر هو اللي عامل كل ده علشان يوصلهم لبعض. وبعديها بنشوف إنجن وهو قاعد وبيفكر في المشروع الجديد، وبيقرر إنه ما يهدش الحي، وبيحس إن ده القرار الصح. وبيتكلم مع المساعدة بتاعته، وبيحكي لسيان إنه حب بنت اسمها بيلين، وبيقرر إنه يبيع له الشركة ويروح يفتح المطعم اللي بيحلم بيه. وبيروح لباباه وبيتصالح معاه، وبيعتذر له إنه خصمه المدة دي كلها وما كانش بيسأل عليه. وباباه بيبقى مستغرب من تغيره المفاجئ، وبيحس إن في بنت ورا التغيير ده. وبيعترف إنجن إنه بيحب بنته ومش قادر يبعد عنها، وبيحكي لباباه عن الحلم بتاعه، وبيأكد له إن الحلم ده كأنه حقيقي وإنه حاسس بكل حاجة حصلت فيه. وباباه بيصدق كلامه، وبينصحه إنه ما يتخلاش عن البنت دي أبدا، وبيقول له إنه هيفضل جنبه ومش هيسيبه. وبعديها إيدا بتتصل بيه وبتفكره إن عندهم ميعاد مع مستشار العلاقات، ولما بيوصل بيعترف لها إنه بيحب واحدة تانية ومش هيقدر يكمل معاها. وبيقول لها إنه مش هيقدر يبعد عن البنت دي أبدا لأنه لقى الحب الحقيقي معاها. وإيدا بتبقى متضايقة منه جدا، وبتحس إنه مجنون علشان هيسيبها علشان واحدة تانية، وبتمشي وبتسيبه. وبتعدي بيلين قدام البيت اللي كانت عايشة فيه في الحلم، وبيروح إنجن للمطعم اللي كان عاوز يشتريه علشان يستعد لمشروعه الجديد. وبعدها بيروح لمحل الألعاب وبيشتري نفس اللعبة اللي كانت بنته عايزاها. وبيبدأ كل واحد منهم يزور كل الأماكن اللي كانوا بيروحوها مع بعض، وبيشوفوا نفس الأشخاص
وبيبقوا مستغربين جدا، وبيفضلوا يفتكروا كل ذكرياتهم مع بعض. وبتقرر بيلين إنها تروح لنفس الدكتور تاني، وبتتفاجئ لأنها بتشوف إنجن واقف هناك وبيتكلم مع آدا، وبتفتكر إنه على علاقة بيها، وبتحس إن كل أحلامها راحت، وبتقرر إنها تمشي، وبتتأكد إن كل ده كان حلم مش أكتر. وبيشوفها إنجن وهي ماشية من بعيد، وبيفضل ينادي عليها لحد ما بيقرب منها وبتسمعه وبتقف، وبيعترفوا هما الاتنين لبعض إنهم شافوا بعض في الحلم وإنهم بيحبوا بعض. وفجأة إنجن بتخبطه عربية وبيقع في الأرض، وبيدي سلسلة مامته لبيلان، وهي بتوعده إنها هتفضل جنبه وما تسيبهوش أبدا، وبتنقله الإسعاف على المستشفى، وبتوعده بيلان إنها هتحول كل اللي كان في الحلم ده لحقيقة، وإنها هتفضل معاه طول الوقت. وفعلا بيدخل بغيبوبة، وبعد كام شهر بنشوفهم هما الاتنين بفرحهم وبيبقوا مبسوطين جدا، وكل أهلهم وأصحابهم حواليهم. وبنعرف إن بيلان فضلت جنب أنجن لحد ما فاق من الغيبوبة زي الحلم بالضبط. وبعد ما الفرح بيخلص بنشوفهم بعد كام سنة بيخلفوا نفس البنت اللي كانت معاهم في الحلم، وبيبقوا مبسوطين بيها جدا، وبيعيشوا مع بعض حياة سعيدة وهم مبسوطين باختياراتهم. وفي كده فيلمنا بيخلص. ولو عجبكم ياريت تدوني رأيكم في الكومنتات. بحبكم قوي. باي باي.